اهلا بيكم. هو ايه وضع الزوجة اللي جوزها اتحبس؟ ينفع تتطلق ولا لا؟ سؤال بيجيلي كتير قوي. الزوجة اللي جوزها اتحبس علشان تتطلق، المادة 14 من القانون 25 لسنة 1920 اشترطت مجموعة من الشروط علشان الزوجة دي يحق لها ان هي تتطلق. اول حاجة ان الحكم ده يبقى نهائي، يعني خلاص لازم يتنفذ. الحاجة التانية انه الشخص ده يكون فعلا دخل وبدأ تنفيذ العقوبة، يعني لو هو هربان او هو طاعن على الحكم ما ينفعش ان هي تطلب الطلاق لحبس الزوج. والحاجة التالتة ان هي لازم يكون مر على حبسه فترة سنة من تاريخ حبسه، مش من تاريخ الحكم بحبسه، علشان تقدر ترفع الدعوة. يبقى بترفع الدعوة امتى؟ بترفع الدعوة بعد ما بيمر سنة من تاريخ حبس الزوج. والحاجة التانية والأهم انه لازم يكون الحكم بالحبس 3 سنين فأكثر. يعني لو واخد سنة حبس، سنتين حبس، ما ينفعش ان هي تطلب طلاق للضرر. طيب في ستات بتقولي انا جوزي حبسجي. يعني ايه حبسجي؟ يعني داخل طالع كل شويه ياخد سنه ويطلع يقعد 6 اشهر ويطلع تاني يعمل سرقه ولا يعمل ضرب ولا يعمل مش عارفه ايه، يدخل ياخد 6 اشهر ويطلع تاني ويطلع يدخل سنه. ده ينفع اتطلق منه بسبب السجن؟ لا، ما ينفعش، لانه هو طالع داخل اي نعم، بس ما فيش ولا فتره فيهم مده 3 سنين. طيب ايه الحاله اللي ينفع ان هو تتطلق فيها لو هو بياخد حكم سنة أو أقل ومش 3 سنين؟ إنه يكون في مثلا قضيتين مع بعض في نفس الوقت، قضية مثلا قضية تبديد واخد فيها سنة، وقضية سرقة مثلا واخد فيها 2 سنين. فكده مجموع القضيتين مع بعض بقوا بيدوله حبس 3 سنين، وبناء عليه في الحالة دي بيجوز في تعدد الجرائم إن هي تطلب الطلاق بسبب حبس الزوج. دي مجموعة الشروط اللي بيتطلبها القانون علشان الست تبقى بتطلق لحبس الزوج. طيب إذا الزوجة أول ما الزوج اتحبس راحت رفعت دعوة قبل ما يمر سنة من تاريخ الحكم، في الحالة دي المحكمة بتعمل ايه؟ الدعوة بتلف وبتاخد الوقت بتاعها عادي جدا، والمحكمة في الآخر بتحكم برفض الدعوة. ليه رفض الدعوة؟ لأنه الدعوة لم تستوفي شرط هام جدا من شروطها، ألا وهو شرط السنة. فعشان كده النصيحة اللي بقدمها النهاردة للستات اللي عندهم حالات من النوعية دي، ان انتي لازم تبقي واخدة بالك كويس جدا انه لازم يكون مر سنة من تاريخ الحكم على مش من تاريخ الحكم، سنة من تاريخ تنفيذ الزوج للعقوبة. هي دي حكاية الطلاق لحبس الزوج. فولو لايك واستنوني فيديو جديد.